سنعقد المؤتمر بحول الله، وهذا تم إجماع عليه في الدار البيضاء في مقر الاتحاد المغربي للشغل. ونتمنى أن تكون هذه المبادرة النقابية تخدم الطبقة العاملة المغاربية والشعوب المغاربية كذلك. بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل انعقد اجتماع قيادة اتحاد نقابي لعمال المغرب العربي في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه المنطقة المغاربية والعربية والأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، مما يحتم تقوية مواقف الشعوب المغاربية والتفاوض في حوارها شمال جنوب. شوف اليوم العالم يعيش في تكتلات، وإذا نحن مش نعمل تكتل على الأقل على المستوى المغاربي، كيف لنا أن نعيش ونتعايش، كيف لنا أن نقيم علاقات مع الآخرين. كل الآليات موجودة لأن متكاملين من الناحية الاقتصادية، اللي ما موجود في الجزائر أو في المغرب موجود في موريتانيا والعكس. أحتسب من هون من آخر السنة الأخيرة في تقدم وفي نية جديدة. يبقى نحن الشعوب فقط أن نبوس الحال حتى نحصل عليه. هذا ويسعى الاجتماع إلى التحضير النهائي لمؤتمر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي لتجديد هيكله القيادية وتحيين أدوات عمله النضالي. سنتدارس اليوم أولا المستجدات السياسية والاجتماعية في المغرب العربي، ثم مجموعة من الأوراق فيما يخص برنامج العمل، فيما يخص الأجل، وكذلك تحيين القوانين الأساسية. نحن متواجدين من أجل التحضير، من أجل كيفية بلورة القانون الأساسي، من أجل كيفية أيضا وضع برنامج للمستقبل، خاصة في الظروف الحالية وين فيه تكالبات في العالم وتتطلب منا أننا نتكاتل من أجل التضامن ومن أجل خلق وحدة لعمال المغرب العربي. عموما فالاتحاد النقابي المغاربي أمامه تحديات كبرى على ضوء المتغيرات العالمية، خدمة لمصالح الطبقة العاملة المغاربية وتوطيدا لتضامنها ووحدتها في نضالاتها من أجل الحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية. تقرر عقد المؤتمر الخامس للاتحاد الدولي لنقابات عمال المغرب العربي أيام 24 و25 أغسطس لهذه السنة بمدينة الدار البيضاء. التئام المركزية النقابية هذه شكل فرصة أيضا للتأكيد على ضرورة تعزيز أواصر التضامن لمواجهة التحديات المطروحة على الطبقة العاملة المغربية. تشاور بين الإخوة في الأقطار المغاربية من أجل تحضير المؤتمر المغاربي. لقاء المركزية النقابية المغربية كان فرصة أيضا لإثارة النقاش حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها منطقة المغرب العربي. قدرنا أن نلعب بالدور الوطني والدور الاجتماعي، وبطبيعة الحال هذا يستحق منا مجهود إضافي ويستحق منا نظرة ثاقبة لواقع بلادنا والمحيط اللي هي أيضا موجودة فيه، ونحاول نشوفوا كيف متى نعدلوه ونقاربوا وجهات النار حول هذه المواضيع وربما مواضيع أخرى تعني النقابات المغاربية. قررت القيادة النقابية المغربية إذن إلى جانب تحديد تاريخ ومكان مؤتمرها الخامس تجديد تضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطيني وتشبث بالاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي كمكسب تاريخي. تتقدم للعمل قوة لا تنتمي، جبهة لا تنحني، نحن